لو لسه بتفكر تشتري دهب النهاردة يبقى لازم تسمع الفيديو ده للآخر، عشان اللي بيحصل في الصاغة النهاردة جنان رسمي، والأسعار دخلت في مرحلة الانفجار ومحدش عارف السقف فين. يا ترى دي آخر فرصة تلحق تشتري فيها قبل ما السعر يروح لمنطقة تانية خالص، ولا ده فخ والأسعار هتنزل؟ في الفيديو ده هقولك الخلاصة والأسعار اللحظية اللي وصلت لأرقام تاريخية، وتوقعات الخبراء لسنة 2026 اللي احنا فيها دي. بس قبل ما نبدأ ونغوص في الأرقام، انزل دلوقتي اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة عشان يوصلك تحديثات الذهب لحظة بلحظة، لأن السوق بيتحرك بسرعة الصاروخ وما ينفعش يفوتك أي خبر. احنا النهاردة الجمعة 1 مايو 2026، والوضع مشتعل بكل معنى الكلمة. السعر قفز قفزة خلت الكل يضرب أخماس في أسداس، خصوصا بعد ما عيار 21 كسر حواجز ما كناش نتخيلها. المشكلة إن الناس خايفة فلوسها تفقد قيمتها مع الزيادات دي، والكل بيسأل نشتري ولا نستنى؟ والوعد اللي بديهولك في الفيديو ده إنك هتخرج منه عارف راسك من رجلك، وهقولك في الآخر تشتري ولا تبيع بناء على التحليل الفني ووضع السوق العالمي والمحلي. الذهب في مصر يا جماعة مش مجرد زينة، ده بقى الملاذ الآمن والوحيد اللي الناس بتجري عليه لما الدنيا بتشتعل. والنهاردة إحنا قدام وضع استثنائي. تخوف للي لسه ما اشتراش، وتفرح للي شايل دهب من فترة. عيار 21 اللي هو روح السوق المصرية وصل ل 6950 جنيه للجرام، وده رقم تاريخي بكل المقاييس. يعني لو عايز تشتري غويشة ولا خاتم النهاردة هتلاقي نفسك بتدفع مبالغ ضخمة جدا. أما عيار 24 اللي بيتعمل منه السبايك فوصل ل 7942 جنيه للجرام، وده قرب جدا من 8000 جنيه. وبالنسبة لعيار 18 فده سجل 5957 جنيه. والجنيه الذهب اللي الناس بتحب تدخر فيه وصل لسعر يقترب من 56500 جنيه. تخيلوا إن الذهب في مصر قفز أكتر من 1000 جنيه في أول 4 شهور بس من سنة 2026. يعني اللي كان معاه 100 جرام ذهب في أول السنة كسب فيهم 100,000 جنيه وهو قاعد في بيته. ده مش مجرد ارتفاع عادي، ده انفجار سعري بيعكس حالة القلق والطلب الرهيب اللي موجود في السوق. الارتفاع ده مش جاي من فراغ، ده نتيجة عوامل كتير متداخلة، بتبدأ من سعر الدولار في البنوك والتحركات اللي بتحصل فيه، وتوصل لحد الصراعات العالمية اللي مش عايزة تهدى. الأسعار دي كمان لسه بيتحط عليها مصنعية وضريبة ودمغة، يعني السعر النهائي اللي بتدفعه في المحل بيكون أعلى من كده بكتير. وعشان كده لازم تكون حذر جدا وانت بتشتري، وتعرف تختار الوقت الصح. تخوف للي لسه ما اشتراش، وتفرح للي شايل دهب من فترة. عيار 21 اللي هو روح السوق المصرية وصل ل 6950 جنيه للجرام، وده رقم تاريخي بكل المقاييس. يعني لو عايز تشتري غويشة ولا خاتم النهاردة هتلاقي نفسك بتدفع مبالغ ضخمة جدا. أما عيار 24 اللي بيتعمل منه السبايك فوصل ل 7942 جنيه للجرام، وده قرب جدا من 8000 جنيه. وبالنسبة لعيار 18 فده سجل 5957 جنيه. والجنيه الذهب اللي الناس بتحب تدخر فيه وصل لسعر يقترب من 56500 جنيه. تخيلوا إن الذهب في مصر قفز أكتر من 1000 جنيه في أول 4 شهور بس من سنة 2026. يعني اللي كان معاه 100 جرام ذهب في أول السنة كسب فيهم 100,000 جنيه وهو قاعد في بيته. ده مش مجرد ارتفاع عادي، ده انفجار سعري بيعكس حالة القلق والطلب الرهيب اللي موجود في السوق. الارتفاع ده مش جاي من فراغ، ده نتيجة عوامل كتير متداخلة، بتبدأ من سعر الدولار في البنوك والتحركات اللي بتحصل فيه، وتوصل لحد الصراعات العالمية اللي مش عايزة تهدى. الأسعار دي كمان لسه بيتحط عليها مصنعية وضريبة ودمغة، يعني السعر النهائي اللي بتدفعه في المحل بيكون أعلى من كده بكتير. وعشان كده لازم تكون حذر جدا وانت بتشتري، وتعرف تختار الوقت الصح. لا إن الوضع مش أحسن حال من عندنا، بل بالعكس هو اللي بيقود الجنون ده. في توقعات قوية جدا إن الذهب عالميا يوصل ل 6000 دولار للأوقية خلال السنة دي. تخيل الرقم ده لو حصل هيعمل إيه في السعر المحلي في مصر؟ الأسباب وراء التوقعات دي هي التوترات الجيوسياسية المستمرة والحرب التجارية اللي ولعت بين القوى العظمى.
ده غير إن البنوك المركزية في العالم كله عمالة تكنس الذهب من الأسواق وتخزنه عندها كاحتياطي. لكن في الساعات الأخيرة حصلت حاجة غريبة جدا في السوق العالمي، لازم تاخدوا بالكم منها. الذهب خسر حوالي 1.34% من قيمته عالميا، ووصل ل 4546 دولار للأوقية. والفضة كمان نزلت بنسبة كبيرة. طب ليه ده حصل رغم إن التوقعات بتقول إنه هيطلع؟ السبب هو اللي بيحصل داخل البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. في انقسام تاريخي لأول مرة من سنة 1992 بين أعضاء البنك. في ناس عايزة تثبت الفايدة، وناس عايزة تخفضها، وناس تانية شايفة إن التضخم لسه خطر. الانقسام ده خلى الدولار يشد حيله شوية، ومؤشر الدولار طلع ل 98,832 نقطة، وده دايما بيضغط على الذهب ويخليه ينزل مؤقتا. يعني احنا قدام خناقة كبيرة بين الدولار والذهب، والضحية هي أعصاب المستثمرين اللي مش عارفين يروحوا فين. حركة مجنونة لما قفز بأكتر من 7% في جلسة واحدة، ووصل سعر البرميل ل 107 دولار. لما النفط بيغلى بالشكل ده، التضخم بيزيد والناس بتخاف أكتر وبترجع تجري على الذهب تاني. ده غير المشاكل اللي بتحصل في مضيق هرمز والصراع اللي داخل فيه أطراف كتير زي أمريكا وإيران، وده بيخلي حالة عدم اليقين في أعلى مستوياتها. في مصر بقى إحنا بنتأثر بكل ده، وفوقيه كمان وضع الدولار مقابل الجنيه. ورغم إن في أخبار عن استقرار الدولار في بعض البنوك عند مستويات معينة، لكن السوق السوداء والطلب على العملة لسه بيأثروا في تسعير الذهب بالصاغة. الذهب في مصر متسعر على دولار أعلى من السعر الرسمي بكتير، وده اللي بيخلي الجرام يوصل ل 6950 جنيه. الخبراء بيقولوا إننا لسه في بداية الموجة، وإن الارتفاع اللي حصل في ال4 شهور اللي فاتوا ممكن يتكرر تاني لو استمرت الظروف دي. يعني احنا بنتكلم عن احتمال إن عيار 21 يكسر حاجز ال7000 وال8000 جنيه لو الأمور فضلت مشتعلة عالمياً. عشان كده لازم تفهم إن الذهب مش مجرد سلعة بتغلى وبترخص، ده بقى مخزن للقيمة بيحمي شقة عمرك من التآكل بسبب التضخم اللي بياكل الأخضر واليابس في كل حتة في العالم، مش بس عندنا. الذهب ينط النطة دي في مصر بالذات. أول حاجة هي العرض والطلب. في إقبال تاريخي من المصريين على شراء الذهب، سواء سبايك أو جنيهات، لدرجة إن بعض المحلات كانت بتقول إن المخزون عندها بيخلص. الناس بقت واعية جدا وفهمت إن الاستثمار في الذهب هو الأضمن على المدى الطويل. تاني حاجة هي تحركات سعر الصرف. طول ما في ضغط على الجنيه وتوقعات بانخفاض قيمته، الذهب بيفضل هو المغناطيس اللي بيسحب السيولة. تالت حاجة هي التضخم العالمي اللي بيسمع عندنا فوراً. لما أسعار الطاقة والسلع بتغلى عالمياً، تكلفة استخراج الذهب ونقله بتزيد، وده بيزود سعره النهائي. كمان قرارات الحكومة بتبكير صرف المرتبات ل5 مليون موظف وتوفير سيولة قبل العيد ممكن تزود الطلب أكتر وأكتر، لأن الناس بتميل إنها تحول جزء من مرتباتها لذهب عشان تحافظ عليه. الأسعار دلوقتي في الصاغة متذبذبة جدا، وممكن تتغير بين ساعة والتانية، وعشان كده اللي بيشتري لازم يسأل في كذا مكان ويتأكد من سعر المصنعية، لأن في تجار بيستغلوا الموجة دي وبيعلوا المصنعية بشكل مبالغ فيه. خليك ذكي وانت بتتعامل مع الصاغة، وما تخليش حد يضحك عليك بكلمتين إن الذهب هيخلص أو السعر هيوصل 10,000 بكرة. لازم تشتري بهدوء وتفكير. ذهب ولا لأ في السعر ده؟ لازم تفكر في حاجة مهمة جدا، وهي متوسط السعر. الذهب استثمار طويل الأمد، يعني مش المفروض تشتريه النهاردة وتبيعه الأسبوع الجاي. لو خطتك إنك تسيب الفلوس دي لمدة سنة أو 2، يبقى السعر الحالي مهما كان غالي فهو لسه فيه فرصة للربح، مقارنة بالتوقعات العالمية اللي بتقول 6000 دولار للأوقية. لكن لو انت محتاج الفلوس قريب، يبقى لازم تحذر، لأن السوق فيه تذبذب عالي جدا، وممكن يحصل تصحيح سعري ينزل الجرام 200 أو 300 جنيه في أي وقت، نتيجة هدوء التوترات أو قرارات مفاجئة من الفيدرالي الأمريكي. التحليل الفني بيقول إن الذهب حالياً في منطقة تشبع شرائي، يعني الأسعار منفوخة شوية بسبب الطلب العالي والخوف. عالمياً الذهب بيواجه مقاومة شديدة عند المستويات الحالية، ولو فشل إنه يكسرها ويستقر فوقها ممكن نشوف رحلة هبوط مؤقتة.
لكن في مصر الوضع مختلف شوية، لأن العامل المحلي الدولار هو اللي بيلعب الدور الأكبر. طول ما الدولار ثابت أو بيتحرك لفوق، الذهب مش هينزل نزول يذكر. لازم تتابع أخبار البنوك المركزية وأخبار الفايدة، لأن دي هي المحرك الأساسي لكل اللي بيحصل. الذهب دلوقتي بقى زي الأسد اللي بيقتحم الأسواق ومحدش قادر يوقفه، والفرصة لسه موجودة، بس المخاطرة بقت أعلى بكتير من الأول. عن عيار 18 اللي بقى الخيار المفضل لناس كتير بسبب سعره الأقل مقارنة ب21. عيار 18 سجل 5957 جنيه، وده بيجذب فئة الشباب اللي بيجهزوا للجواز أو اللي عايزين يستثمروا مبالغ صغيرة. بس نصيحتي ليك لو غرضك الادخار والاستثمار، خليك في عيار 21 أو السبائك عيار 24، لأن المصنعية فيهم بتكون أقل بكتير من عيار 18، وبالتالي لما تيجي تبيع مش هتخسر جزء كبير من فلوسك في المصنعية. كمان الجنيه الذهب بقى عملة نادرة في السوق، والطلب عليه رهيب لأنه أسهل في التسييل ومصنعيته معروفة ومحددة. السوق النهاردة في حالة ترقب شديد، والعيون كلها على اجتماع الفيدرالي اللي جاي وعلى التطورات في منطقة الشرق الأوسط. أي انفراجة في الأزمات دي ممكن تهدي الأسعار شوية، وأي تصعيد هيطير بالذهب لمستويات خيالية. لازم تعرف إنك بتلعب في سوق خطر ومحتاج أعصاب حديد. ما تمشيش ورا القطيع وخلاص وتشتري بكل سيولتك في قمة السعر. الصح إنك تقسم فلوسك وتشتري على مراحل عشان تعمل متوسط سعر كويس يحميك لو السعر نزل شوية. الذهب زينة وخزينة، بس لما يكون السعر 6950 جنيه يبقى الخزينة هي اللي لازم تتكلم الأول، وتشوف هل المحفظة بتاعتك تستحمل السعر ده ولا لأ. اللي مستنيها نشتري ولا نبيع؟ بناء على التحليل الفني والظروف اللي شرحناها دي كلها، لو انت مستثمر طويل الأجل وعايز تحمي فلوسك لمدة سنة فأكثر، يبقى الشراء لسه متاح، لأن الاتجاه العام للذهب صاعد بقوة والتوقعات العالمية بتدعم ده. أما لو انت بتضارب وعايز مكسب سريع، فنصيحتي ليك استنى شوية. السوق حاليا في قمة سعرية، وفي احتمال كبير يحصل تصحيح أو نزول بسيط لجني الأرباح، ومن هنا تقدر تدخل تشتري بسعر أحسن. أما لو أنت معاك ذهب وشايله من فترة والسعر ده حقق لك مكسب كويس، فممكن تبيع جزء بسيط تجنية أرباح وتخلي الباقي للمستقبل. الخلاصة، الذهب لسه فيه نفس صعود، لكن المخاطرة في الشراء من القمة دايما بتكون عالية. السوق المصري بيتحرك بالطلب أكتر من السعر العالمي دلوقتي، وده بيخلينا في وضع فريد. قبل ما تاخد قرارك ادرس ظروفك المادية كويس، وما تشتريش بفلوس انت محتاجها في الشهور الجاية. في النهاية الذهب عمره ما خذل صاحبه، بس المهم تشتريه صح وتبيعه في الوقت الصح. أتمنى يكون الفيديو ده وضح لكم الصورة كاملة من جوه الصاغة ومن قلب البورصات العالمية. يا ريت تسيبولي تعليق تحت الفيديو وتقولولي رأيكم. هل شايفين إن الذهب هيوصل ل 8000 جنيه للجرام فعلا؟ وهل اشتريتم ولا لسه مستنيين السعر ينزل؟ مستني تعليقاتكم ومناقشاتكم اللي دايما بتثري القناة. شكرا لكم.